ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه النهارده؟ كنت هعمل فراخ مقرمشه، الكنتاكي دي. فكنت انا كنت هعملها مشويه لان هي صغيره، فكنت عايزه افتحها كده واشويها، وبعدين كنت عايزه تاني احشيها، اعملها فراخ محشيه. وفي الاخر لا، قالوا لي لا، احنا عايزينها ايه، فراخ مقرمشه. مش انت بتقولي الفراخ المقرمشه دي بتبقى احسن يا ماما بالفراخ الصغيره شويه؟ هي كانت حوالي كيلو ونص، كيلو 600 كده. فقلت لهم اقول خلاص اعملها لنا بكده. قطعت بقى الفرخه حوالي 8 حتت كده، وحطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت الاول كده. انا كنت بضرب هنا طماطم من الفراخ بقول لك. حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت، وحطيت فيها الفراخ كده على الناحيه بص بتاعه الجلد، بس انا اعتبر شايله الجلد، عشان كده بص ممكن تلاقي معظمها بيلزق لان انا شايله الجلد من عليها. انت لو سايبه الجلد بتعمل طبقه مرمشه اكتر، يعني ساعه ما تيجي تقليها او كده. فانت لو بتحب عادي تبقي سايبه الجلد وتعمل طبقه مرمشه، بس يعني عشان بيحبوا ياكلوها كده انا سايبه بس حته الجلد لازقه في اخرها، معرفش ايه، بس عشان تبقى سندها بس مش اكتر. شوحتها كده من هنا ومن هنا، بص بحبه ملح صغيرين او حبه فلفل صغيرين قوي. اهم حاجه انك تشوحيها بس كويس قوي من الناحيتين كده، وما تحاوليش بص تخلي نقطه ميه تنزل معاكي. إيه لو نقطه ميه نزلت معاكي ريحه الفراخ مش تبقى حلوه ومش هتاخد اللون ده. انا مش عايزه اديها لون يعني، بس عشان ايه؟ انت باللون ده كده ان هي بقت صفرة كده او شمعت كده او حاجه، ضمنت خلاص ان الفراخ مش منزله اي ميه ولا اي حاجه. هحط بقى عليها شويه ملح. بص انا كده كده ممكن احط في الطماطم عادي، فانت ممكن تزود هنا شويه ملح صغيرين، وبعدين انت بتزودي كله في الطماطم اللي انا ضربتها دي. انا هعمل لها طماطم إيه لو انت بتحب الشوربه بتاعتها مش حمرا، مش هتحط طبعا الطماطم ديت، مثلا تحط طماطمية مثلا شقها أربعة أو حاجة. مع بصلاية شقها أربعة. إنما إحنا عشان العيال زي ما أنت خلاص عرفت معايا، العيال بيحبوا هنا الإيه، الفراخ الشوربة اللي لونها أحمر. فأنا حطيت بقى معاها كده طماطم ضربها كده نص شفشق طماطم ولا حاجة كده، إيه يتسبك معاه. على ما تتسبك شوية أنا بقى كنت بعمل التسبيكة بتاعة الطماطم، كنت حاطة هناك الحلة كده بتاعة المية عشان تغلى أسلق فيها المكرونة. حطيت شويه برضو معلقه سمنه برضو معلقه زيت وشويه ملح وشويه فلفل، واحط شويه قرفه. انا بحب احط للمكرونه والبطاطس المطبوخه شويه قرفه من اللي هي البودر دي، بتديها نكهه حلوه قوي. برضو على ما كل حاجه كده على ما تتسبك يكون انا خلصت حاجه، وانت واقفه بقى قبل ما ما اقف استنى الفراخ لما تتسبك عشان ازودها شويه الميه المغليه او حاجه، لا. احط برضو طماطم هنا تتسبك معايا. هنا برضو حطيت شويه طماطم تتسبك كده اللي اعمل لهم برضو حبه كاتشب كده صغيرين. دول حوالي مثلا 3 4 طماطمات كده برضو ضرباهم وسبتهم برضو ايه يتسبكوا شويه. وورا هنا الميه بتغلي شويه علشان اسيبها يعني تغلي عشان المكرونه. هنا بقى كان الفراخ خلاص اهي بصي بدات تغلي بقى خلاص بالميه بالطماطم بتاعتها، وتقصر كده، معنى انها تقصر كده وتطلع البخار بتاعها انها داخله على تسبيكه خلاص. هنا بقى كان الفلاش بتاع التليفون قفل، انا ما خدتش بالي منه. ازود بقى شويه ميه مغليه كده، لازم تزودي ميه مغليه، ما ينفعش تزودي ميه من الحنفيه. لازم بص اول ما تحطيها تبقى برضه تبقبق كده وتكمل ايه غليان، عشان ما الفراخ ما تشدش منك ولحمها ما يبقاش طعمه حلو. انت زودت شويه ميه مغليه كده، احنا مزودين الملح بقى والفلفل وكده، لو انت حاسه ان انت ناقصك حاجه هتزوديها. بس يستحسن لو في توابل بودره هتحطيها ما تحطهاش دلوقتي، عشان ما تخليكيش لون الشوربه بس غامق ومبقاش مش هيعجبك. تغلي بقى كده شويه، كان الصلصه بتاعه الكاتشب غليت كده سبكت، يبقى احنا حطينا طماطم للكاتشب تتسبك، حطيت عليها شويه ملح شويه فلفل شويه توم باودر. هي دي بهارات الكاتشب. بس انا هنا كنت اتلخبطت نسيت ده البصل البودر ولا الثوم البودر، فكنت حاطه من الاتنين، يعني انا حطيت شويه ثوم باودر وشويه بصل باودر. بس هو الاساس انك تحط ثوم باودر بس، ملح وفلفل وثوم باودر بس مش اكتر من كده. والطماطم اللي متسبكه، ونحط عليها دلوقتي شويه سكر وشويه خل. اه انا بقى دي العلبه التانية، لما انا بقول لك انا نسيت انا حطيت ايه من انهي علبه يعني، فاتلخبطت فيهم، جيت حاطه قلت خلاص احط شويه من التاني وخلاص، لربما اكون حطيت بصل ونسيت الثوم. بس هنا بقى حطيت شويه معلقه نشا واحدة، بقلبها في المية، معلقة نشا صغيرة بقلبها في ربع كوباية مية، هقلبها بس كده، وهتنزلي بقى عليها بربع كوباية سكر وربع كوباية خل. يبقى احنا معانا مقادير الكاتشب. حطينا الطماطم اتسبكت، بعد ما اتسبكت حطينا لها ملح وفلفل وتوم باودر، وحطيت ربع كوباية سكر وربع كوباية خل، ومعلقة صغيرة نشا متدوبة في ربع كوباية مية، ونقلب ده كله. حسيت ان اللون مش حلو معاكي هتزودي معلقة صلصة او معلقة بابريكا، بس الأحسن معلقة صلصة. هتقلبي بقى كده، ولما تغلي خلاص غلوتين تلاتة كده هتلاقي النشا اصلا تقلها. حسيت ان هي تقلت معاكي زود لها ايه معلقتين تلاتة ميه. حسيت ان هي كويسه خلاص سيبيها، لان هي خدي بالك لسه هتتقل، فانت احسبي الحته دي. ما تسيبهوش زي ما انت بتاكليه، بسيبيه اخف سنه. هيبدا بقى يبقبق كده ايه غلوتين تلاتة، وتشيليه بقى من على النار، ولما يبرد تدخليه ايه التلاجة. هنا بقى الفراخ كان خلاص استوت اهي. انا بقول لك بصي لون الشوربه ورايقه وتحفه وجميله. هنقلها بقى ايه في حاجه كده بلاستيك او حاجه كده مصفى او اي حاجه، يعني تنزل اي شوربه او اي فيه او اي حاجه فيه. اعمل بقى التتبيله بتاعت الفراخ اللي هي الكفر اللي بره. حطيت هنا دقيق وهنا دقيق، واللي حطيته ده نشا، هنا نشا برضو وهنا نشا. وحط سنه بيكنج باودر هنا وسنه بيكنج باودر هنا، يبقى احنا حطينا دقيق ونشا وبيكنج باودر. وتحط التوابل اللي انت بتفضليها.
انا النهارده كان الزعفران، لون الزعفران خلصان من عندي، فحطيت بس شويه كركم كده، وحطيت بقى انا عليه شويه زعتر. قالت اهو بقى انت بتحبيها حطيها. بس لو انت عندك لون الزعفران ما تكتريش من الكركم وحطي الزعفران. انا بحط هنا توم باودر، بصل باودر، التوابل بقى زي ما قلنا انت بتحبيه، او بهارات البروست بتغني بقى عن ده كله. بس بدوقيها، لو هي مش مالحه قوي بزود لها سنه ملح، لو هي حلوه ما تزودلهاش حاجه. فاحنا حطينا الاساس دقيق ونشا وبيكنج باودر، وحط بقى التوابل اللي انت بتحبيها. اللون الزعفران بيخليها لونها زي اللي انت بتشتريه، بيخلي لونها اصفر كده زي اللي انت بتشتريه، هو ما بيديهاش طعم كده الكركم لو انت يعني مش بتفضلي طعمه. فانا ما كانش باقي عندي بقى حتى الكركم كمان، كان ده اخره. فحطيت بقى الكميه اللي باقيه وخلاص عندي، حتى لونها يطلع فاتح شويه. شويه فلفل اسمر هنا، شويه فلفل اسمر هنا، حاجات بسيطه كده. لان احنا عندنا الفراخ متبله وكل حاجه، احنا بنعمل بس التتبيله للكفر اللي بره دي، ونشا وبيكنج باودر وشويه توابل. هقلبهم بقى الاتنين كده، وفي طبق منهم هخليه سايل، يعني في الطبق اللي ورا ده هحط شويه ميه كده، وتقلبي لحد ما يبقى طبقه سايله هتشوفيها معاكي كده، تقدري تحطي فيها حته الفراخ وتشيل معاكي، ما تشيلش كتير طبعا تبقى كلها تحس ان هي عجين، لا تبقى شايله كده، تبقى وسط، تبقى المقدار وسط، بص كده، يبقى المقدار كده وسط معاكي. هتحطي بقى فيها قطعه الفراخ وتطلعها على الناحيه انا بقول لك بقى، بص انا شايله يعتبر الجلد ده، الحته اللي باقيه بس، هي حتى كمان يعتبر شلتها. هتحط بقى هنا قطعه الفراخ كده وتصفي، تحط قطعه الفراخ كده يعني تصفي تلات ارباع تصفيه. ما تحاوليش تسيبي فيها يعني من الطبقه دي كتير، عشان ما تحسيش ان في طبقه عجين كده. وبرده ما تنزلهاش كلها عشان خاطر الدقيق يلاقي حاجه يمسك فيه. هنعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه دي، هنحط في الخلطه السايله وبعدين نحط هنا. انت ممكن لو انت عايزه بالخلطه بتاعه الدقيق والبيض والبقسماط والحاجات دي، هتحط في الدقيق الاول، وبعدين تحط في طبقه البيض اللي انت بتحطها، وبعدين تحط على البقسماط. دي طريقه ودي طريقه. بصي انت مش هتتكي، انت لو حسيتي ان الكفر شويه صغيرين وانت عايز اكتر، ممكن تحط مرتين، ترجعي في الخلطه دي مرتين، بس المره التانيه بتبقاش قوي يعني، انت بقى براحتك. هي التتبيله الكفر الواحد بتبقى حلوه برضه. فانت جربي دي وجربي دي، شوفي انت بتحبي العيال بيحبوا التتبيله يعني. هتعملي كده باطراف الاصابع كده، وتخبطوهم في بعض كده، مش هنضغط زي البانيه، عشان تعملي الطبقه المقرمشه. لو انت ضغطتي مش هتعملي الطبقه المنحكشه اللي بره دي. هي الطبقه يعني طبعا هي مش تفرق في الطعم زي ما احنا عارفين، بس احنا بنحاول نعملها زي ما العيال بيشتروها، بس عشان يبقوا حابينها بقى ياكلوها. وكمان انا شايله الجلد، فعادي اللي يقرمش بقى ياكل براحته، مش مشكله، مفيش جلد هيتشال، وبعدين يلاقوا الفراخ تحت، فما يحسوش ان في حاجه مختلفه. وطبعا دي احسن من اللي بره، ان بره مش بيشيلوا طبقه الجلد، عشان طبقه الجلد هي اللي بتدي قرمشه قوي، وبتدي طبقه منحكشه من اللي احنا بنشوفها منحكشه قوي من بره، دي طبقه الجلد. فاحنا بقدر الامكان كده، عشان بس تبقى حاجه صحيه كفايه ان احنا هنقليها. هتحط بقى شويه زيت كده في متوسطين، لا شويه قوي ولا كتير قوي، وسط كده، ويبقوا سخنين. وتحط مثلا في الطاسه حتتين تلاتة على حسب حجم الطاسه اللي عندك، مش هنزود علشان ما يخبطوش في بعض والكفر يفك من بعض. وبرده مش هتقلبيها زي ما بنقول في البانيه والستريبس وكل الحاجات دي والسمك الفيليه، مش هنقلبها ولا نيجي جنبها غير لما نحس ان الطبقه اللي تحت خلاص نشفت. خلاص تيجي تقلبيها، بس انت لو هي ما نشفتش وجيتي مثلا حركتها بالشوكه او بالمعلقه او بالماسك او اي حاجه، فالطبقه هتتحرك، يعني هتتقطع معاكي. انما خلاص نشفت كده، بصي بقول لك هي كده خلاص نشفت من تحت اهي، كده نشفت خلاص من تحت هي كمان، وبدات تاخد لون، والطبقه المنحكشه بتاعتنا كمان وما عليهاش جلد. عشان تبقي عارفه، لو انت عايزه طبقه مقرمشه اكتر من كده كمان، هي مقرمشه جدا على فكره. معلقه النشا بتديها سنه قرمشه خطيره. هتطلعي بقى اهم حاجه كده زي ما احنا متعودين، على مصفى او على الشبكه السلك بتاعه الميكرويف اللي عندك، اي حاجه، المناديل بتاعه المطبخ. بص انا بخبط لك عليها كذا خبطه مش بتتحرك من مكانها. المناديل بتاعه المطبخ بتطر الحاجه، يعني مطلعه لها بطاطس او فراخ او اي حاجه بتطريها شويه. فانت طلعها على مصفى كده او حاجه، تصفي زيت، والتانية الطبقه المخرمه اللي بتاعه المصفى او الشبكه دي بتديها يعني ما بتخليهاش مكتومه فتضطر معاكي، فهمت قصدي؟ فهتطلعي كده على طول. برضه هنحط كده، ما تكترش في الطاسه زي ما قلنا، انا حسيت بس ان الحتتين اللي انا حطاهم صغيرين، فزودت عليهم حته كمان. كانت المكرونه بقى هنا الطماطم بتاعتها اتسبكت، نزلت انا كنت سالقه مكرونه اسباجيتي. هما بيحبوا مع المكرونه دي مع الفراخ دي المكرونه الاسباجيتي او القلم، بس الاكتر كمان الاسباجيتي. فحطيت بقى المكرونه كده. لو انت بتحبي الريحان مع طعم المكرونه، لو انت عندك ريحان افرموه في الكبه مع فصين توم بالظبط كده، وحطوهم على الصلصه، بتديها برضو طعم خطير لو انت بتفضلي الريحان والحاجه دي معاه. انا بس عشان عارفه ان العيال بتبقى ريحته هي زهر قوي، فما برضوش يعملوه، فانا بحط على الفراخ. ممكن تحط بصله، تومه، طماطم، بس اللي انت بتفضليه. هنا بقى كانت الطبقه بتاعت الفراخ التانية كمان خلاص عايزه تطلع بقى، قلبتها على الناحيه التانية مقرمشه كلها والله، والتحفه والنشا عامله لها طبقه، بص مش مخليه اي حاجه تفك من بعضها ولا اي حاجه. انا بقلب بص بالمعلقه يمين وشمال، بوريكم المفروض ما اقلبش كده. الطبقه اللي على الوش دي العيال كانوا خدوها، هي مش واقعه، العيال كانوا جم شالوها بايدهم كده مقرمشه يعني كلوها. والكاتشب اهو قوامه تحفه، لما بيبرد بدخله التلاجة. هنا ده كان طبق كسكسي كده كان عندي، كنت مسخناه كده على البخار، كان باقي عندي من امبارح.
سخنته كده حطيته على مع الاكل يعني، والمكرونه والفراخ تحفه. في طاسه محمره شويه، وفي طاسه فاتحه شويه. بتفضل ايه بقى؟ لو انت حاطه لون الزعفران هتحس ان كله لونه واحد، لونه مصفر كده، هيعجبك. لو انت عندك الزعفران جربي بيها هيعجبك. انا بقى عشان ما كانش عندي فايه بس طعمها بقى عادي يعني. الزعفران مش بيفرق في الطعم، هو بس بيفرق في اللون بس مش اكتر. جربيها بقى وبألف هنا وشفا.